يا الله، السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم، ربي يحفظكم. اعذرونا على الانقطاع اللي صار هاي الفترة بسبب المشاغل وتعرفونها. فهاي الفترة وخلال تجهيزنا للفضاء البيض طارت عندنا هاي طيرة وحدة من الطواير. طبعا اعذرونا اللي طالعة مال يسمونه مال تنظيف، وهاي كنا ننظف السطح رتب بيه وبعدنا ما مكمله. فطارت الفضية هسه نزلت، هاي هسه هالكانة قبل شوية ميتة من العطش، طارت تقريبا ب 12 الظهر. نزلت بيه الساعة تقريبا هسه بالستة 51 دقيقة، يمكن قبل ربع ساعة نزلت الطيرة هالكانة ميتة. هاي الطيرة من رس الفضاضي اللي عندنا طبعا. فمن بزرنا حصلنا هاي الطيرة، خرجناها متأخر، هسه بدأت تجر ما شاء الله وفتحت عندنا ومطيارها كلش حلو، جاي تجي وتصعد فوق البيت. اما شغلة التور عندي فرخة اخرج بيها بس ما راح نلحق نخرج، يعني هسه هذا الخبر ممكن يكون حصري. ان شاء الله خلال هاي الفترة هذا الشهر فقط هنا راح انتقل البيت جديد. طبعا نزلت الفضية شباب وعلها راح تركض على المي. ايش بعد تروح وترجع على المي. فان شاء الله خلال هاي الفترة راح ننتقل على بيت جديد. فالامهات راح تنقص، يعني الامهات اللي عندنا اضافه الى هذا الابيض مالتنا فقط هذا، حتى هذا ابن الرومانيات راح يقصه لان بدا تخرج هنا يعني. فذني راح ينقصن راح ينقصن، ما راح يبقى، راح ننتقل ان شاء الله البيت جديد. هناك راح نبدي تطلع عندنا فرخات راح نخرج. هي مو هنا المشكله هذا الفحل اللاكة هذا جاي قر زوج له طيرة من افضل الخطوط عندي بالطيور العراقية. هاي باش طلع شباب، بسم الله ما شاء الله. خلينا نشوفكم اياه. طبعا اعذرونا السطح ما مرتب، جاي نعزل بيه على مود الشيل ننتقل. ما شاء الله شباب. هذا اللاكة على الطيرة العراقية. بعد دمرنا على الطيرة العراقية مالتنا. الطيرة من افضل الخطوط عندنا طبعا ما شاء الله. هاي هسه كلهن يطلعن شنو شكل واحد، يعني اشطبقت عراقيات على اللاكات يطلعن شكل واحد. حتى على البسود مالتي يطلعن شكل واحد، يطلعن شلون باحمر، شلون دارسين، شلون هيك خافت لونه وطيور حاده ووكحه. الوحيد هذا طلع لها هسه هيك بهالشكل ما شاء الله، شكله مرتب وحلو. خلي الرجعه لان طبعا طيور نطلع الطيور البقيه. هاي فضيه هذا الحمام خليه. طبعا لان الفرخات صعدنا لان زوج، لان ما شاء الله من حماماتنا هم كذلك بدينا نخرج بيهن لان ما اعرف بعد اقصهن او اعوفهن. فالسطح شوي مخربط اعذرونا يا شباب. هذا واحد من النيكولا ان خرجه وي التور على مود لا يضيع، احتمال ابتر ذيله حتى ما اخليه من يطير يوقف فراش ويضيع، حرامات يضيع. فهسه ذن الحمامات عندنا شباب راح ينقصن. عندنا هاي طيره مخلفه طلعت، هاي ما شاء الله جاي تطير هسه ساعتين هيجي. للعلم طيره صغيره بس مبينه طيره. ايش راح نضربها على ذاك اخوها اللي من الجيل الاول. هاي اخوها مات، وذيك اخوها ذاك اخو اخته بالصيفيه راحت. عندكم علم لما طار 4 ساعات بالحر وانفقدن به العراقيات. المشكله ان شاء الله اذا الله راد وسهل وانتقلنا. المشكله شنو شباب؟ المشكله وما بيها انه خاف يرجع لي حمام بالشتاء بالموسم. طبعا هواي منتظر حمام يرجع لي، يعني الرصاصيه منتظرها ترجع. الفحل الاساس مالتي اللي طار نهار ونص بذاك الموسم منتظره يرجع. فشباب اعذرونا، هذا فيديو مثل ما يقول للتواصل، حبيت اوصل لكم الفكره. الجماعه جاي يسالون ايش عجب ما تنزل مقاطع هاي الفتره، ليش قاطع؟ امانه الله يعني على هذا الاساس. يعني انا هسه البيت بعناه
وما بقى ان شاء الله مهله شهر بين ما نرتب وضعنا ابراج، اروح ادق هناك قبل كل شيء. فشويه شويه ان شاء الله ارتب الابراج هناك وراح اصور لكم. بعد نشوف هناك شباب شو نخرج يعني نلقى فرخات يعني من مالاتنا طالعه نلحق نخرجها هناك، يعني ان شاء الله نحاول نسوي اناره نرتب. بعد هي سبحان الله صارت يعني شغله على السريع، يعني كنت محضر هذا الموسم اطير اللاكه واطير من حمامات العراقيات، بس بعد سبحان الله ذني الحمامات العراقيات حتى ذا اهل السن واجر هناك يرجعن، اللاكه حرامات يروح. فلهذا السبب شباب راح اقص الامهات لان حرامات افقد هذا الرس العراقي. هسه انا مخلي عند جماعتنا بانهن، بس انا هسه هذا عندك ابو حلقه الزرقاء. هسه الحلقه الزرقاء بعد موجوده فيه، هذا طبعا ثقيل، هو صار له فتره حمام طيراني صراحه والله طايحه حلقته الزرقاء. ايه باع شباب باعوا، يمكن ذني مستوردات اثنين مصبغات وجاي يفترن يعني مثل ما يقول يروحن ويرجعن. ما اعرف هذا الحمام المن الصبغ تكجنه هسه بعد انا دسنا لهن شو يصير جاي يوقف من فوق البيت. هسه هن ما اعرف هذا الحمام المن، اعتقد الطيور بيهن استيراد لان جاي مشان سوى والجو صحيح حار هسه، بس مثل ما يقول يمشي سوى يعني بيهن مشية استيراد، يعني هذا الحمام المستورد مبين يعني. ابو حلقة الزرقاء ثقيل هاي الفترة للأسف، بعد يعني ما راح يطير هذا الموسم. والله يمتع هذا الطير العراقي، يمتع بالموسم يعني فعلا تتونس عليه. وكذلك طيرتنا البسود وكذلك اختها ذيك والحمامات مالاتنا الوصلة لبغداد ان شاء الله يتوفقون بهن نيشل انباعا، الله يوفقهم ان شاء الله بهن. عندنا هنا هذا من بنات طيورنا اللي انباعت، يعني عندنا عراقيات وعدة حمام مخليه بخانات. ربك يسهل ان شاء الله والتسهيل من الله. على هذا الاساس شباب سبب عدم تنزيل الفيديوهات هذا شباب، ان شاء الله بعد نرتب وضع هناك نبدي ننزل لكم فيديوهات. تحياتنا لكم، ربي يحفظكم شباب. هذا مقطع قصير للتواصل في الله.